افتح الطريق يا ابني عشان انا اللي داخل. احاسب الكل، مش اعمل لمخلوق حساب. ما هي الغابة اللي فيها الملك لا يعلو فيها صوت الكلاب. ورجع الاسد يا عويل بتجيله يرد على كل عيل عامل راجل وهو امه بتديله. رجع الاسد للغابة كل القرود تتدارى. موظفين ومديها ما فيها والو والكلام دوت. بس الرباط فاجئتني جدا. الرباط خدت مني 5 ايام وكانت من اجمل المدن اللي شفتها في حياتي. مدينه حرفيا كامله متكامله من كل حاجه، مدينه سياحيه، مدينه اوروبيه على ارض مغربيه، مدينه فيها بنيه تحتيه عجبتني جدا، مسطحات خضراء في كل حته، شعبها لطيف قوي وترحاب وبيحب يساعد جدا. واول ما بيعرف ان انا مصري بيعملوا معايا الواجب وزياده. مدينه حرفيا ملهاش حل. يعني اللي يقول لي الرباط مدينة كئيبة، لا، شوف الرباط دلوقتي عاملة ازاي. الرباط مدينة ملهاش حل. انا اتبسطت جدا في الرباط، اتبسطت فيها، مليانة مزارات سياحية زي قصبة الوداية، زي شلة، زي المدينة ومتحف السيرة النبوية. وغير كده ان المدينة منظمة جدا 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 في كل حاجة، في اشارات المرور منظمة، شوارع نظيفة جدا. حرفيا المدينة دي ما فيهاش غلطة واحدة قدرت اعقب عليها. مدينة جميلة جدا. درة افريقيا، هي درة في قارة افريقيا كلها. دولة عندها ثقافة والله العظيم ما شفت اجمل منها. ثقافه مميزه جدا. اذا كان في الاكل، دقت الاكل المغربي، دقت اكلات كتير، الطاجين بانواعه، الكسكس، البغرير، ما شفتش اكل اجمل من كده. الطراز المغربي حرفيا انا نفسي بس اروح اتصور في شفشاون، ابقى في وسط مدينه حواليها الجبال كلها ازرق فازرق. غير طبعا طراز الاندلسي او طراز المغربي في بناء المساجد، في البيوت. المغرب بلد انا حرفيا بحماق. شاطئين حلوين جدا في نواحي طنجة وتطوان. الشاطئين دول الميه فيهم شفافه جدا ونضاف جدا، وتحسهم ان هم جزء من القطب الشمالي في المغرب. اول شاطئ هو شاطئ الداليا، وده بيبعد عن طنجة ساعة، والشاطئ ميته نظيفة جدا وحواليك الطبيعة. وده الشاطئ الوحيد في المغرب اللي هتعوم فيه وانت شايف اسبانيا قدامك، بيبعد عن اسبانيا 14 كيلومتر. والتاني شاطئ معانا شاطئ بليونيتش، والشاطئ دوت مستوردينه من عاصمة القطب الشمالي. من كتر ما هو تلج مش هتقدر تعوم فيه، تلج جدا. بس الشاطئ ده حلو، هو مش شاطئ رملي، تقدر تعمل فيه دايفنج وتقدر ان انت تعوم فيه، ده لو يعني قدرت. شاطئ واعر جدا. الشاطئ دوت على الحدود بالظبط مع سبتة المحتلة، وهتتبسط جدا لما تروح هناك. بس حاول تروح بدري وتقدر تروح له لو انت كنت في طنجة او تطوان. أطول بناية في أفريقيا 250 متر في السماء. الطبيعة هنا أوروبية، وهذا الترام يعبر نهر أبي رقراق. وهنا مشروع كان يراد له أن تكون أطول من بناية في العالم الإسلامي في وقته، صومعة حسان. ويقال أنها كانت مكتملة في السماء، ولكن جاء زلزال وضربها وقسمها بالنصف. الله الله، شوفوا الجمال، شو الطبيعة. الطبيعة هنا تتكلم، تتحدث. جبل وغابة وغيم وبحر، والتقاء قارة أفريقيا مع أوروبا. هناك أوروبا عند السفن. شفت الناس على هنا في المغرب يقولوا عاش الملك، باسكو الملك نتاعهم هنا محمد السادس ربي النصره. شوف واش داير الشعب، فهمت؟ تحس انك رايح تسافر، تحس انك رايح تسافر. اما القطارات ما نحكيلكش، يعني ما شاء الله. راك تشوف ولا ماكش تشوف؟ يعني قطارات ما شاء الله. سمعت سي بورصا الناس هنا، يعني الشعب المغربي يقولك عاش سيدنا الله ينصر سيدنا، باسكو شوف يعني شوف واش خادم لهم يعني جلالة الملك محمد السادس. شوف واش خادم لشعبه، يعني المرافق كي دايرين. سمعت ولا ما سمعتش؟ شوف، وما يخرجوش ويقولوا احنا قوه واحنا قوه واحنا قوه، غير بالسكات. يعني الله يبارك. الوطن الملك يا المغاربه والمغربي، لازم تكون فخور راك مغربي، لازم راك تكون فخور وتقول عاش الملك. جزائري اللي قال لك روح نبغيك ونموت عليك يا ابن عمي.